السلام عليكم خوتي، تحية للجميع وتحية لكل متتبعين هذه القناة هذه والمشاركين فيها أيضا والحمد لله. موضوعي اليوم يتركز على نقطتين، وهي نقطة تاع حقيقة تسريب صوتي للرئيس ماكرون. باش تعرفوا هذه واضحة القضية، كنتم سمعتم بها كلكم. وأيضا أنبوب الغاز الجزائري النيجيري أو النيجيري الجزائري، تحدثوا عليه ونرجعوا ليه لهذا الموضوع هذا، لأنه كان زمان أخذ لغط كبير. أولا نقطة حقيقة تسريب صوت للرئيس ماكرو، وهما وش كانوا الفحوى من هذا التسريب هذا والكلام اللي جاء وارد في القضية هذا، أنه يهين فيه رئيس الجمهورية الجزائر تبون، وزيد أيضا أنه وصفه بالساذج وغيرها من الأشياء هذه، وأنه الجزائر سوق تاع خردات على الأسلحة للروس وغيرها وغيرها. والله العظيم هو قال لك أسلحة خردة. تصوروا أنه وزير الدفاع ديالهم أو قائد الأركان تاع الدولة الفرنسية في الماريناي ديالهم يتكلم على قضية الجزائر كقوة في البحر الأبيض المتوسط من حيث البحرية. واستشهد بالجزائر بالقوال هذه، ومعروفة وكن كلكم سمعتوه أنه وش يقول على القوة الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط فيما يخص البحرية الجزائرية والوسائل والتقنية اللي تزخر بها الجزائر. كيف باش يجي هذا الآن ماكرو باش يقول لكم أنه هذه خردة؟ أولا بلي هذا التسريب واضح وباين، إلا الحمار من أبى. هو كله تسريب مصنوع ومخدوم بالمخابرات المخزنية، لا أكثر ولا أقل، باش تعرفوا. وكلامهم أيضا اللي متداول على الصحف وحتى في تعليقاتهم وحتى في كل شيء، فاهم؟ باش تعرفوا هذا النقاط، الكلام هذا قديش الخطاب هذا باش تاخذوه، هذا كله منتشر في التعليقات ديالهم وفي الصحف ديالهم وفي ألسنتهم. هما هذو الجارة الغربية، فاهم؟ باش تعرفوها. إذا قامت هذه المخابرات المخزنية وعلى رأس هذا الحموشي هذا تحريف. والآن فيه وسائل باش تعرفوا، ما راناش أغبياء، احنا رانا نعيشوا في عالم اللي رانا في سنة 2023 يا ناس. كاين أجهزة خاصة تسجل لك خطاب، أنت لما تتكلم يسجلوا لك خطاب ديالك أو كلامك، كي تكون تتكلم يسجلوا لك كلامك، ويبدأ كله يتسجل الكلام هذا، وبعدين يكتبوا هما وش يحبوا، يكتبوا وش يحبوا جملة أو جملتين، ويعاودوا يشغلوا الآخر التصويت ديالك، وكل الكلام اللي يخرج نفس الكلام تاع ماكرون بالضبط. إذا كان مثلا عنده علم، هذا علم كبير والناس تدرس هذا وعارفة هذا الشيء هذا، لأنه فيه الأصوات كيف يسجل كل شيء، حتى النون إذا كان تنطقها النو يسجلها لك وينطقها بنفس الأسلوب هذاك وكل شيء. إذا هنا باش تعرفوا بلي هذا اللي قامت به المخابرات المخزنية وسرباتوا للأبواق ديالها، وإحنا نعرفوا شكون هما الأبواق ديالها، من بينهم فيهم جزائريين. وأول من طلع علينا هذا هو هذاك هشام عبودة، الرقاصة تاع المخزن الشطاح. وانا قلت تحدثت عليه يوم نزل للعيون وبدا يشطح لهم وكذا، قلت له والله عيب، انا استحي لاني نفضل نكون رقاصة ونشطح ونجمع الاموال بدل من اللي يبهدلني هكا المخزن ويديني ويشطحني، وفاهم بهدله. احنا نعرف عند منه يشتغل، هو يشتغل فيه عرب واسمه هذاك وليد الكبير هو اللي يقيدي فيه، وعارفين انه هذا وليد الكبير قلت لكم حكايته قصته، ماهوش جزائري حر، فاهم؟ هو مجرد فقط تولد في الجزائر، وابوه وامه يا اما امه ممكن تكون جزائريه
واضح الأمر، فاهم؟ باقي معروف القضية، فاهم؟ تولد في الجزائر، تربى في الجزائر، ودرس في الجزائر، وراح الآن يطعن في الجزائر من وراء الظهر. ما تقدر تأثر على الجزائر في شيء، فاهم؟ هنا باش تعرفوا قاعد يشغل فيهم، هذا وليد كبير، هذا عبود، هذا يشغل فيه ويعطي له لقمة عيش ديالو، يعطي له خبز أو يرمي له عظمة كالكلب. كل مرة يرمي له فيديو، يسرب له فيديو مثل هذا الفيديوهات، ويطلع علينا ويبدأ يتكلم ومش عارف، والدنيا كأنه جاب شيء عظيم، فاهم؟ وإحنا نعرفوك يا هشام عبودة، مفروض تستحي على نفسك، وأنا قلتها لك من زمان، أنك تروح تخبي وجهك وما تزيدش تبين وجهك، فاهم؟ مش أنك تنتظر حتى يرميوا لك هذا الفيديو وتجي تطلع علينا وتبدأ أنك زعما جبت جديد ومش عارف. الله يذلك دنيا وآخرة إن شاء الله. إذن قضية التسريب هذا الصوتي للرئيس ماكرو لا أساس لها من الصحة، فاهم؟ هذا إلا جاي من المخابرات ديالهم المخزنية اللي قامت بهذا الشيء، وهي اللي سربت هذا الشيء، وانتهى الأمر. وإحنا نعرف أنه في هذا العالم فيه أجهزة وفيه تقنية خاصة بتغيير أصوات الناس وغيرها وغيرها، فاهم؟ حتى ناس عاديين وغيروا لهم اصوات. في ناس والله اظن انه حتى سمعت طلع رسلوا له فيديو لسعيد البارسا، لقاه بانه يتكلم كلامه صوته، وهو مش هو اللي قاعد يتكلم في الكلام هذا. المهم وهما سجلوه ونشروه بانه على اساس هو اللي قاعد يتكلم، ومشي هو. لأنه قلت لكم حذاري في تقنية قاعد يستعملوها الآن وسهلة، ويقدروا ياخذوا صوت أي واحد ويفبركوه ويديروا له مثلا جملة أو جملتين وتخرج على نطاق ديالو، فاهم؟ وهما هذا الجمل هذه معروفة متداولة عندهم وفي الصحف ديالهم وفي الإعلام ديالهم وحتى بتعليقاتهم، فاهم؟ إذا واضح الأمر، فاهم؟ لا مفر منه، فاهم؟ المهم انبوب الغاز النيجيري الجزائري اللي كان خدا فقط، قامت القيامة في المملكة المخزنية هذه، فاهم؟ قريب وخرجوا جاو قريب للحدود، وقريب جاو يندبوا على وجوههم وعلى رصانهم وفرحانين ومش عارف بالانبوب النيجيري المخزني هذا انهم جايينهم نكاية في الجزائر، فاهم؟ هما ماتوا، والصحف ديالهم خبيثة والاعلام خبيث بكل صراحة، تابع المخابرات ديالهم، تتحكم فيه المخابرات وتسير فيه المخابرات المخزنية. إذا معناتها تعرف كيف تستعمل. ولقيت هذا الشعب غبي يستهلك أي شيء تقوله لهم يصدقوه، مساكين، فاهم؟ والأنبوب وخلاص ولاو يتغناو يرقدوا يحلموا بالأنبوب، هذا يمتى يصل، فاهم؟ شعب سبحان الله داروا لهم واحد الجنة في قاع بوزنزل بالصحف والإعلام، وطلعوا الأبواق تاعهم كلهم في اليوتيوبور هادو في التيك توك، وتغناو بالأنبوب هذا كأنه هذا الأنبوب حيديهم للجنة، فاهم؟ كأنهم يتحدثوا على أنبوب رايح الجنة، فاهم؟ باش ياخذهم للجنة، سبحان الله. في النهاية أكم شفتوا الآن وين وصلت الحكاية وبانت الحقيقة، فاهم؟ أولا الأنبوب هو صفقة جزائرية قديمة من 2002، فاهم؟ وهما جاو يزاحموا 2016، جاو يزاحموا، سبحان الله، تقليد الأعمى، يحبوا يزاحموا الجزائر في كل شيء. هذا ما كان، فاهم؟ باين واضحة القضية، فاهم؟ وأنه كما قلت لكم هو باش يمر الأنبوب هذاك يمر على دول كثيرة، وكل دولة تأخذ حصة ديالها وغيرها معناتها نيجيريا خاسرة في لافير، فاهم؟ بكل صراحة، فاهم؟ وزيد أطول مسافة، وزيد قضية الأمن بين الدول، وغير فيهم دول غير مستقرة وغيرها من المشاكل، فاهم؟ والتمويل ديالو أيضا مشكلة كبيرة، وما فيش حتى واحد تقدر تدخل في الموضوع هذا تاع التمويل وغيره. إذا عكس أنبوب الجزائر، اللي الجزائر
قادرة بنفسها تبني هذا الأنبوب، بنفسها قادرة تبنيه الجزائر بكل صراحة. إمكانيات اللي عندها الجزائر فيما يخص هذه القضية تاع الغاز وغيرها غيرها قادرة تبنيه هي من النيجر غاية الجزائر. احنا أقوى بنية تحتية عندنا فيما يخص هذا الغاز وغيرها غيرها في الجزائر. أما في نيجيريا والنيجر شيء غير، هذيك يختلف. فقط الآن اتضح الأمر أن الاتحاد الإفريقي يدعم هذه الفكرة، ومع هذه الفكرة أيضا وفي بنك التنمية الإفريقي أيضا حيساهم في تنمية هذا المشروع هذا العملاق اللي حوالي يكلف 10 ملايير دولار أو 12 مليار دولار. وهو أيضا حتى في صالح أوروبا، حتى أوروبا عاجبها هذه القضية هذه، لأنه باش تجيبني الأنبوب من نيجيريا لغاية الجزائر ومن ثم إلى أوروبا. أولا ديجا فيه أنابيب تعبر من الجزائر لغاية إيطاليا ولغاية إسبانيا، معناتها بنية تحتية موجودة. فهمت؟ واضح الأمر. أما أنبوب اللي مار عليهم وممكن تاكلين عليه هو أنه الجزائر تسال فيه الجزائر الأنبوب هذاك، وهوش هو بين إسبانيا والجزائر. والمخزن أيضا مر على الأراضي ديالو، معناتها عندهم إشكال فيه الأنبوب هذاك، حتى من الناحية القانونية أنه ما يحق لهمش حتى باش يستعملوه باش يجيبوا غاز من نيجيريا ويمروه عليه وبدون موافقة الجزائر. في القضية هذه. شيء اللي قلت لكم أنه أكم شفتوا الآن الحمد لله الاتحاد الإفريقي موافق على المشروع هذا ويدعم في المشروع هذا، وأيضا بنك التنمية حيشارك في الموضوع هذا. إذا معناتها المخزن باي باي حبيبي، قاعد غير تكذب على شعبك ليل ونهار وحب تقلد الجزائر، وراح زعما أنك تاخذ مشروع كانت الجزائر تجري وراءه 2002 وانت اللي كنت نايم ما تعرفش شنو قاعد الغاز والتصدير وهذه غيرها حتى 2016 باش جاء هذا الملك وحب يجيب أنبوب من نيجيريا نكاية في الجزائر فقط. غباء باش تشوف، قلدوا في كل شيء هما باش تعرفوا من زمان، وانا حكيت على قضية التقليد هذا انه يقلدوا الجزائر في كل شيء. من قرون والقرون اللي سبقته هما اللي حد الآن عايشين على التقليد من الجزائر في كل شيء، في الأكل في الملابس في التراث في كل شيء. غير يكذبوا هاد الناس يقول لك احنا باقي والله كل شيء ياخذوه من الجزائر ويقلدوا في الجزائر 100%، حتى في مشاريعهم باش تعرفوها. كثير من المشاريع خداوها قلدوها من الجزائر باش تعرفوا، وبالدليل وغيرها ناخذوا فقط مسجد الحسن الثاني تاعهم نقلد على مسجد الأمير عبد القادر في قسنطينة، لأنه مسجد الأمير عبد القادر كان أكبر، هو الأكبر، ودشنو الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1972. من وقتها وما حابين يديروا مسجد أكبر منه، وداروا مسجد أكبر منه. حتى ميناء طنجة اللي كان احنا مشروعنا هو ميناء الحمدانية، واحنا فتشلوه العصابة هذاك هما اللي وقفوه المشروع هذاك، وهما الاخرين راحوا خداوه وداروا مشروع ديالهم في طنجة ميناء ديالهم، وغيرها من الاشياء لا تعد ولا تحصى. وكان نحكي لكم على التقليد الاعمى ديالهم على الجزائر حدث ولا حرج، فاهم؟ وما يقدروش يقلدونا إلا في الرجولة والنيف والكرم فقط. أما الأشياء الأخرى كلهم ياخذوها من الجزائر. على الأقل خذوا الرجولة تاع الجزائريين، ما تبقوش عبيد يستعبد فيكم هذا النظام المخزني وغيره. هاي يا سيدي كونوا رجال وكونوا فحولة وخذوا من إخوانكم الجزائريين وتحروا، فاهم؟ تحروا من العبودية ونقدوا خاوتكم اللي راهم في القصور عبيد،
ونقدوا إخوانكم اللي راهم عبيد، جنود عبيد يخدموا عند بلونطوات عند الجنرالات وعند الكوموندو، لي كوموندو عند كدا وعند كدا. راكم شفتوا هذاك المغربي اللي هرب لإسبانيا داو قالوا دير بلونطو عند فلان، تغسل السليبات وتغسل هذه وتدي الماكله وتدي في القهوه وتدي. هو جندي رايح مثلا باش يدافع على بلده، يلقى راحوا يستغلوا فيه، فاهم؟ في اشياء تافهه، فهمت؟ اذا على الاقل كونوا رجال وقلدوا اشياء مهمه، فاهم؟ واكتفي بهذا القدر كفايه، وشكرا والسلام عليكم خوتي تاكي.